ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منورين في بيوتكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله معانا النهارده صينيه الرقاق السهله والبسيطه وبخطوات جميله وتأكات عسل وطعمها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تحفه جدا ما شاء الله. تعالوا معانا نشوف الخطوات مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وحضراتكم بخير يا رب إن شاء الله بإذن الله. ما تنسوش يا جماعة شهر رمضان شهر الطاعات وشهر الخيرات وشهر تكفير الذنوب إن شاء الله بإذن الله يا جماعة. لازم نغتنم هذا الشهر إن شاء الله بإذن الله بالطاعات والغفران وربنا يعفو عنا إن شاء الله. معانا النهاردة طريقة عمل الرقاق. كده معانا بصل الرحيم اهي بصه صح. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا خلاص المغرب ان شاء الله فاضل عليه ساعتين. احنا مش عارفين نعمل ايه، على طول فكرت وقمت توكلت على الله وعملت الرقاق بشويه الشوربه اللي عندي. طبعا احنا هنا بنشوح البصل بس ما بنخليهوش ان هو يتحمر او يصفر، بنشوحه بس وننزل عليه باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه بالله عليكم ان شاء الله باذن الله في هذا الشهر الكريم المبارك ان شاء الله باذن الله نكون منه من الفائزين ان شاء الله والعتقاء من النار ان شاء الله باذن الله. فيا جماعه يعني الفرصه جات لكم لحد عندكم، فان شاء الله باذن الله من الصلاه والصوم والعباده ان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منكم يا رب ويعودوا علينا اعواما ان شاء الله بالخير والستر والصحه والسعاده ان شاء الله. هننزل عليها بقى بالتوابل كده. هي ايه خلاص قربت تدبل اهي وشربت من البصل. طبعا لازم تشوح كده عشان لما ننزل عليها بالتوابل تبقى كلها سوا بعضيها اهي. هننزل بقى مع حضراتكم بالتوابل. معانا بابريكا، معلقه صغيره توم باودر على بصل باودر، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره قرفه، ورشه جوز الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله والله الريحه ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك يا رب. الريحه تحفه والله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه هنا حطيت الفلفل. بسم الله ما شاء الله الريحه جميله والله. ده فلفل بارد مش حامي، والفلفل دوت فلفل الوان. ليه بنحط فلفل الوان؟ الفلفل الالوان ده مليان الياف جميله. هنا مع بعض هنسقي الرقاق كده. بسم الله ما شاء الله سقينا الرقاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الشوربه تكون بارده مش سخنه عشان الرقاقايه ما تتهريش مننا واحنا بنعملها. كده هنرصها في الصينيه. على فكره احنا دهنا الصينيه ديت معلقتين سمنه، دهناها كلها الطروف والجوانب وكل ده دهناه. كده هنحط مع بعض اللحمه. بسم الله ما شاء الله والله الريحه اللهم بارك يا رب اللهم بارك. الريحه جميله والله. كده بقى اهوت مع بعض. احنا بقى هسخنا بقى الشوربه. ليه بقى؟ لان انا هحط على الوش شوربه كده لازم تكون سخنه، والسمنه ديت معلقتين سمنه انا مسخناهم. بسم الله ما شاء الله بتديكي تكايه وريحه بقى وانت بتحطيها كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ادي الشكل النهائي لصينيه الرقاق البسيطه متكات حلوه وجميله
ما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوة الجميلة واللايك بتاعكم الجميل. وادي المخلل العسل الحلو اللي على طول في سفرة رمضان ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. تعليقاتكم الحلوة الجميلة ما تنسوهاش يا جماعة عشان القناة تكبر بيكم.